جوزي قال لي وفري عليا قروبه ايه، عشان اللحمه غاليه اليومين دول، فوفرت عليه 1000 جنيه. عملت له 4 كيلو لحمه مفرومه في البيت طبعا. شوفوا بقى كيلو اللحمه وصل كام، يعني وصل 300 جنيه و290. هنبدا نقول طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبدا مقاديرنا سهله وبسيطه، هنشتغل بكيلو لحمه مفرومه. هيطلع لنا 4 كيلو لحمه طبعا مفرومه. اول حاجه معايا 4 بصلات كبار مبشورين من مبشره بالميه بتاعتهم كده، انا عايزاهم بميتهم. يبقى 4 بصلات كبار مبشوره بالمبشره. احط لهم على طول نص كوبايه ميه. بصوا بوريكم البصل بميته، نص كوبايه ميه. هبدا بقى احط توابل كده سهله جدا، معلقه كبيره مليانه من الفلفل الاسود، ومعلقتين كبار ملح، ومعلقتين كبار مليانين من البابريكا الحمراء المدخنه، ومعلقه ونص بهارات لحمه، معلقه ونص كبيره بهارات لحمه. هقلي بقى كله التوابل كده مع البصل كويس جدا جدا. اشتغل بقى بايديا على طول. البابريكا بتدي طبعا طعم حلو للحمه، وكمان بتدي لون حلو. هقلي بقى كله كويس قوي. بصوا بالشكل دوت. معايا طبعا البطل بتاع الوصفه بتاعتنا، ولا بقى حمص طبعا مسلوق، ولا عدس بجبه، ولا فول صويا. هنعمل البرغر ما بيبقاش فيه ريحه ليه خالص في قلب الوصفه بتاعتنا او في قلب اللحمه بتاعتنا. عملت نص كيلو برغر، غسلته كويس مرة و22، طبعا لازم تغسليه كويس أوي أوي أوي. وبدأت على طول صفيته كويس جدا ونزلت بيه على بقية المكونات. لازم بقى أعجن كويس، مش هقل مثلا من 10 دقايق عجن، كأنك بتعجني عجينة بالظبط كده. اعجني بقى فيها كويس أوي أوي. طبعا البرغر طبعا هيسحب لي السوائل الموجودة، هيشرب بمعنى أصح السوائل كلها اللي احنا حطيناها، المية بتاعة البصل، وكمان المية اللي أنا ضفتها نص كوباية المية، وهيطرى معانا وهيبقى حلو جدا جدا. بصوا بقى عجنتها كويس قوي. هبدأ بقى اجيب كيس، اريح العجينة ديت حوالي نص ساعة بالظبط. بس لازم طبعا تغطيه كويس جدا، تمام، عشان العجينة طبعا يعني ما تنشفش معانا. اغطيه بقى كده بالشكل دوت. وهجيب بقى ليا عندي كده من الفريزر، وابدا ابشرها بالمبشره. وممكن تجيبي اللية من عند الجزار، ليا مفرومه ربع كيلو بالظبط على المقدار دوت. حطيت انا بوريكم طبعا اللية بشرتها من المبشره، ده كان حوالي ربع كيلو ليا بالظبط. هي بتطلع من الفريزر معاكي سهله جدا، تبشريها من المبشره. بصوا بالشكل دوت تبقى حلوه قوي قوي. حطيت كمان كيلو اللحمه المفرومه، وضفت كمان ربع كيلو ليا مبشوره، كيس بيكنج باودر كده، واحط بقى معلقه كبيره كده مليانه من البصل البودر، وضفت كمان معلقه كبيره بابريكا حمراء مدخنه. هقلب بقى كل المكونات كده كويس قوي، يعني حوالي 6 دقايق 5 دقايق اقلب فيها كويس جدا جدا بالشكل دوت. بصي انت هتمشي طبعا الخطوات ديت بالظبط، والمقادير بتاعتنا هتطلع معاكي طبعا الوصفه ناجحه مليون في الميه. الوصفه دي اقتصاديه وعلى قد الايد، عشان طبعا الغلا اللي احنا عايشين فيه الايام ديت. يعني مش قادره اقول لكم، كل الناس بتقول جاي، يعني محدش طبعا عارف يجيب وجبة أساسية لحمة أو كده، أو فرخة طبعا أيام ديت، لأن طبعا حاجة غالية جدا. أنا عن نفسي مش عارفة أنزل لكم وصفات لأن طبعا حاجة غالية جدا، تمام. فوصفة اقتصادية زي كده قلت أنزلها لكم. هبدأ بقى، يعني عملت المكونات كلها مع بعض، خلطتها كويس قوي. وهجيب بقى الكبة بتاعتي بالشكل دوت أنعمها، يعني ضربتين تلاتة مش أكتر. بصوا كلها بتتنعم بالطريقة ديت. هتلاقي في فرق بين اللي انت ضربوها في الكبه، وفي فرق بين اللي انت مش ضربوها. اللي انت ضربوها في الكبه بتبقى ناعمه معاكي زي بتاعه الكفته كده، زي بتاع الراجل بتاع الكباب كده، ما تخش تلاقي اللحمه بتاعته بتبقى بالشكل دوت بالظبط. هعمل بقى بقيه الكميه كلها بالشكل دوت، ضربتين تلاته في الكبه، ما تنعمهاش قوي طبعا. وزي ما بقول لكم طبعا دي وصفات التوفير. كمان كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، فلازم نعمل حاجات كده اقتصاديه عشان نقدر طبعا نعمل وجبات مختلفة.
دي بقى كمية اللحمة، 4 كيلو لحمة مفرومة. عرفت ازاي طبعا اللي طلعت معايا 4 كيلو؟ طبعا حطيتها في كيس وزنتها، عندي جارتي عندها ميزان، قلت لها وزني بقى اللحمة ديت، طلعت معايا 4 كيلو لحمة مفرومة. بصوا، بتقسميها بقى كور كده، لقيتي كورة صغيرة وكورة أكبر بتقسميها طبعا تبقى ايديكي ميزان. بصوا أنا بنقص كده، بودي ايه على الناحية التانية عشان كله يبقى نفس المقاس. كل كورة من ديت مقدارها بالظبط كيلو، زي بتاعة الكباب بالظبط، وده شكلها وطبعا طعمها حلو جدا جدا. شايفين بقى الجمال؟ دول 4 كيلو لحمة مفرومة، وكل اللي احنا استخدمناه طبعا هو كيلو لحمة مفرومة بس. بصوا بقى الجمال. طبعا انتظروا بقى الجزء التاني بتاع الفيديو دوت، اقول لكم هنعمل وصفات ايه هتعجبكم قوي قوي. شايفين؟ حابين طبعا تقسموها وتشيلوها في اكياس، حابين تتبلوها. كل كيلو من اللحمه دي هيبقى ليه طعم مختلف. طبعا هقول لكم على بهارات مختلفه، هنعمل حاجات مختلفه كتير قوي هنعمل طبعا وصفات طبعا عشان خاطر رمضان. الكميه دي هتطلع لي وصفات مختلفه كتير قوي. انتظروا بقى ان شاء الله الفيديو اللي بعد دوت، هنزل لكم طبعا وصفات حلوه قوي قوي. جربوا الوصفة، حلوة ومضمونة وناجحة 100% ومحدش يقلق خالص. البرغل طبعا ما بيعملش ريحة خالص في اللحمة زي العدس بجبة او الفول الصويا او طبعا الحمص المسلوق، بيبقى لهم ريحة شوية في اللحمة بتاعتنا. لكن البرغل احسن حاجة طبعا، بيزود لك كمية اللحمة، بيضاعف لك يعني الضعف، كميات مضاعفة. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون طبعا فكرة جديدة عليكم، يا رب ان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى في اللايك بالله عليكم والاشتراك في القناة لو الفكرة عجبتك. يلا سلام عليكم.